ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم باكله كلها فسفور. اكله بجد تحفه، من الاكلات كده المحببه لقلبي. هنعملها النهارده بتتبيله مميزه جدا، والله طعمها خطير. اعملي التتبيله دي لاي نوع من نوع الاسماك، بجد هتعجبك جدا. وهنعمل كمان الرز الصياديه التحفه ده، ناس كتير طلبته مني. هنعمله النهارده مع بعض بطريقه برضو حلوه وبتكه كده تحفه، بتخلي طعم الرز كده بجد في حته تانية. هنعمل صينيه كده مشكله بقى من الفسفور الجامد ده. بصي، ده سمك فيليه هنعمله مع بعض، وهنعمل كمان جمبري مقلي، الجمبري الصغير ده اهو. وهنعمل كمان كاليماري مقلي، وهنعمل البسارية من الحاجات الحلوة جدا جدا جدا. يلا بينا على الطريقة. انا عندي اول حاجة هعمل التتبيلة في الكبة كده. عندي فص ضرس توم حلو كده، وليمونتين كده مقطعاهم، وقرن فلفل سبايسي، وبصلاية. ايوه، هنحط بصلاية في التتبيلة. جربيها بس وانت هتدعيلي، بجد احلى تتبيله هتعمليها للاسماك كلها، بجد تحفه. هزودها كده معلقتين من الخل، وهزودها كمان معلقه زيت، وهنحط التوابل كمان. معلقه كبيره كده من الكمون، السمك طبعا بيحب الكمون وكده. وهنحط معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وهنحط معلقه كبيره مليانه من الملح، تمام، لاني كمان انا هعمل كميه. وهحط نص معلقه صغيره من الكاري عشان يديني لون حلو للسمك. مش عايزه تحطيها براحتك، بس عايزه اقولك ان الكاري ده كده كمان فوائده حلوه قوي. هزود كده بعد ما ضربتها اهي، نعمتها خالص. هزود عليها كمان معلقه كبيره من هريسه الشطه اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده. بعمل كميه وبحتفظ بيها كده في الفريزر، وبطلعها بقى ايه لما احتاجها. هزود كده للتتبيله الحلوه دي معلقه كبيره من الهريسه بتاعه الشطه، وهرجع اضرب تاني. وكده التتبيله بعد ما نعمتها حلو جدا جدا بقت جاهزه معايا. عندي الجمبري الصغير ده هقليه، وعندي سمك الفيليه مقطعاه كده زي ما انتوا شايفين الحجم ده، بجيبه كده جاهز. وعندي هنا البسارية اللي كلها اوميجا 3 بقى وبصي ما اقولكيش يعني بجد، يعني حلوة جدا جدا البسارية المقلية. وعندي هنا كمان كاليماري مقطعاه كده ومنضفاه. هحط كده معلقة كبيرة مليانة على كل السمك اللي انا هتبله، اللي هقليه، والكاليماري وكله. التتبيله دي تنفع لكل انواع السمك. وعندي هنا نص كيلو كمان من الجمبري الكبير ده شويه، برضو هحط له معلقه كبيره من التتبيله، تمام كده. وهسيبهم بقى منقوعين كده في التتبيله حبه حلوين كده. هنعمل الرز مع بعض. عندي هنا بصلتين كده متوسطين مخرطاهم بالسكينه. آه شوحتهم كده في زيت، حطيت لهم كمان ملح على فكره. هقلبهم بقى كده لحد ما البصلايه كده عايزاها ايه تغمق معايا، بس ما تتحرقش. اهم حاجه تخلي بالك عشان ما تمرركيش الرز. وعندي هنا بعد ما البصلايه خدت لون كده ذهبي حلو، نزلت بقرن فلفل كده مقطع سبايسي على رومي، بيديها طعم حلو جدا جدا، بجد بيدي الرز طعم حلو قوي. اهو هقلبه كده، ده اللون اللي انا عايزاه كده، تمام. افضل اقلب فيها كده عشان ما تتحرقش مني وتمرر لي الرز، فتخلي بالك. هنا هزود ميه عاديه اهو. وعندي مقدار الرز اللي انا هستعمله، هحط برضو التوابل، معلقه من الكمون وملح، واللي هتديها طعم حلو قوي معلقه السكر الصغيره دي. بجد جربوها، بتفرق جدا جدا في رز الصياديه، بتديله طعم حلو كده ومختلف، بجد بتبقى حلوه قوي. غسلت الرز بتاعي بعد ما الميه غليت وادتني اللون الحلو ده. غسلت الرز بتاعي وصفيته ونزلت بيه على الميه بتاعت البصله. اول ما يغلي معايا بوطي عليه وبهدي عليه النار كده. اول ما يغلي كده ويبتدي يتشرب بوطي عليه النار وبسيبه كده مع نفسه لحد ما يستوي وياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده اهو.
مفلفل وطعمه بجد تحفة. جربوا معلقة السكر الصغيرة دي بجد تحفة، هتعجبكم جدا. هنا بقى هنقلي السمك بتاعنا. عندي هنا دقيق مفهوش اي حاجة، لان السمك بتاعي واخد تتبيلة حلوة جدا جدا. هقلي كده من كل حاجة معاكم. هنا بتبل السمك الفيليه بتاعي ده، بجيبه جاهز كده من يعني من اي سوبر ماركت بتاع مجمدات او كده. تمام. بيبقى طعمه حلو جدا كمان ومقرمش كده، وبجد كان تحفه. هنا بقى البسارية بجد من الحاجات الحلوه جدا جدا، اكنك بتاكلي جمبري اصلا. بجد كلها كالسيوم واوميجا 3 وبصي حاجه كده حلوه جدا جدا. بجد اعمليها لولادك بجد هتعجبهم جدا. كلها كده فوايد حلوة قوي ورخيصة جدا في السوق، بجد تحفة. عملت كده صينية مشكلة بجد تحفة تحفة بجد، كانت تستاهل بقكم. هنا بعد ما قليت السمك الفيليه بنضف اي شوايب كده، وهنا البسارية بتاعتي اهي بحطها في مصفى كده، وبنزل اي دقيق زيادة فيها. تمام اهي بصي، والله كأنك بتقلي جمبري بجد. حلوة جدا جدا بجد تحفة. بصي منظرها، اكتر حاجة كلتها في الصينية دي هي البسارية، بجد حلوة جدا جدا. وبقيت كده اكل عيالي منها، حاجة كده حلوة بجد يعني للولاد. بصي شكلها حلو ازاي ومقرمشة، بجد كان طعمها حلو جدا. القرمشه بتاعتها بتبقى حلوه والله، ما بتفرقيها عن الجمبري. هنا الجمبري بتاع اللي هو الصغير برضه حطيته في مصفى كده، بعد ما حطيته في الدقيق وصفيته كويس من الدقيق في المصفى وخرجته. بصي شكله عامل ازاي، زي جمبري المطاعم بالظبط. تقدري كمان تعمليه سندوتشات لولادك وما تعملهوش رز، بس انا حبيت يعني ايه ياكلوا كده وجبه متكامله، فعملت لهم رز وكده. وقالت كمان الكاليماري هوريهولكم، ده كانت اكلتنا. والرز بصي اكله سريعه وحلوه وطعمها بجد خطير وبتاكل جدا جدا. ده الجمبري اللي كان كبير شويه حطيته كده مع الرز، فكان طعمه حلو جدا. بجد جربوا التتبيله بتاعت السمك دي حلوه جدا جدا والله، بتدي كده تيست مختلف كده للسمك، بتبقى حلوه قوي. والرز كمان جربوه وجربوا معاه معلقه السكر دي، بجد بتديله طعم حلو قوي قوي. والصينيه بتاعتنا الجباره بجد، بصي صينيه متكلفه بجد والله، ومش غاليه خالص خالص. يعني ده نص كيلو سمك فيليه، ونص كيلو من الكاليماري، ونص كيلو من البسارية. انا بجيبه كده وبقسمه كيس. والجمبري ده برضو تقريبا كان كيلو الا ربع اهو. بصي شكله عامل ازاي. بصي هو البسارية بجد ما يختلفش عنه، اكنك والله بتاكلي جمبري. انا بحب انضفه واشيل السلسله بتاعته واقليه كده على طول. بألف هنا وشفا بجد على كل اللي كل. بجد جربوا التتبيله بتاعت السمك، وجربوا الرز بالتكه المعلقه السكر دي، بتختلف جدا وبتديله طعم حلو جدا. ما تنسونيش بقى باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انا بنزله، عشان كمان تشجعوني انزل لكم فيديوهات جديده واقول لكم مع الف سلامه.